ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم لايف كوتش هبة. رقم الاستفسارات الخاص بيا هتلاقوه موجود على صندوق الوصف. رقم تواصل واتساب. ابعتوا رسالة وهبعت لكم كافة التفاصيل. النهاردة كنت حابة اتكلم معاكم في نقطة مهمة قوي، بشوفها مهمة جدا في حياتنا. الكلام الإيجابي مهم قوي ان احنا في حياتنا ندخل الكلام الإيجابي يعني أغلب الوقت. بلاش كلام سلبي وكلام محبط. يعني حتى مع الكبار ومع الأطفال، يعني في كل مراحلنا العمرية. يعني الإنسان لما بيسمع كلمة حلوة أو تقدير بيبقى مبسوط قوي، بيقدم أحسن، بيبقى يومه أحسن، بتبقى حياته أحسن. لو هو بيسمع كلام إيجابي كتير هيبقى حياته أحسن كتير، وهيتقدم وهيتطور غير اللي بيسمع كلام سلبي. وحتى الأطفال يعني ممكن نكون شايفينها قوي في الأطفال، لان بيبقوا صغيرين وعلى فطرتهم. الكبير ممكن يخبي، ممكن يداري انه اتضايق كده يعني. فمثلا الاطفال، لو فضلت اقول لابني او بنتي انت فاشل، انت غبي، انت مش بتفهم، هيصدق وهيطلع كده فعلا. يعني كأني يعني بعزز عنده الصفة دي اللي هو انت غبي، انت غبي، انت مش فاهم، هيطلع مش فاهم فعلا. استحالة هيطلع شاطر بنسبة كبيرة يعني. برضو احنا الكبار كده، لو لما بنتكلم مع بعض بطريقة كلام سلبي او اندفاعي شوية، بيخلينا نحس بإحباط، بنحس ان هو الإنسان ده مش بيحبني، او بيتكلموا معايا كده يعني انا مش حلوة، او انا مش سلوكياتي مش حلوة قوي، او انا مش طريقتي وحشة. في ناس بقى اللي عندها ثقة في نفسه قليلة بتبدأ تصدق ان هي فعلا وحشة، او ان هي فعلا تستحق الكلام ده، او ان هي فعلا عندها حاجة ناقصة، او طريقتها وحشة فعلا، او سلوكياتها وحشة فعلا. مع ان ممكن تكون شاطرة، ممكن تكون طريقتها حلوة، بس بالنسبة للشخص ده مش عاجباه. يعني هو انا مش لازم اعجب، يعني مثلا انا مش شاطرة مثلا في الدراسة، او في شغلي، او يعني ايا كان عمري. مثلا انا مش شاطرة في الدراسة، وجبت مجموع ما دخلنيش الكلية كلية القمة الواو قوي الحلوة جدا اللي الناس منتظراها مني، مش اللي هي على قد مجهودي وقدراتي. ايه ده؟ انتي فاشلة قوي. ايه ده؟ كنا فاكرينك هتجيبي اعلى من كده. ايه ده؟ بصي فلانة بنت خالك وبنت عمك وبنت عمتك وجارتنا، وبصي جايبة كام وانتي جايبة كام. هتقولي لهم اصل الامتحانات كانت صعبة بتاع. طب ما هم برضو امتحنوا الامتحانات الصعبة بس جابوا. العيب فيك انتي بقى. مع ان هي ممكن تكون عاملة اللي عليها، بس هي قدرات يا جماعة. ما احنا مش كلنا خريجين كليات قمة، يعني احنا قدرات. في ممكن بقى تلاقيها دخلت كلية عادية قوي على قد مجموعها، اللي هي كلية مش حلوة بالنسبة لوجهة النظر الناس اللي شايفة كده، بس بقت ما شاء الله مثلا دكتورة في الجامعة، او ما شاء الله بقت متفوقة وبتطلع من الاوائل. او ما شاء الله جات لها لما دخلت الكلية دي جات لها فرص عمل حلوة جدا، وبقت ناجحة جدا في شغلها، وبقت يعني الشركات بتتمنى تشغلها. هي نجحت قوي وبقت حاجة قوي في مجالها. ليه بقى؟ يعني انا ممكن لما احبط البنت دي تبقى فعلا اللي انا شايفة ان انا فاشلة وما نجحتش وما دخلتش الكلية الفلانية، خلاص بقى بتصدق ان هي فاشلة. غير لما اقول كلام حلو اللي هو انتي عملتي اللي عليكي، إيه معلش، ممكن تنجحي برضو في الكلية دي، وممكن تبقي وتبقي وتبقي. دي كلام ايجابي كده. ممكن تتعيني في الجامعة، ممكن تجيلك وظايف تحفة. انتي عارفة اصلا الكلية دي مجال عملها تحفة، احسن من التانية. ادي كده كلام ايجابي. اصلا والله حصل حصل، ايه لازمة بقى الكلام السلبي؟ يعني انا عن نفسي في حياتي الشخصية، او انا شايفة كده، هنقعد نقطم في بعض ليه؟ ما هو والله حصل حصل. يعني انا دلوقتي ابني كسر حاجة، او بنتي كسرت حاجة، هقعد بقى ازعق؟ انتي ما بتشوفيش، انتي ما بتفهميش، انتي مش تاخدي بالي.
ما خلاص يا جماعة، الكوباية اتكسرت ولا الطبق اتكسر، انا اروح اطمن على طفلي اتعور ما اتعورش، اروح الم الازاز، لكن مش هفضل قاعدة ازعق على الطبق المكسور ولا على الكوباية اللي وقعت. بعد كده بوجه وبعلم، بس اتصرف صح. اول حاجة اطمن على ابني، الم الازاز لا يعور حد. بعد كده بقى لا، كان المفروض ناخد بالنا، اوجه توجيه، مش لوم وانتقاد وعتاب وحسسه ان انت عملت مصيبة. يعني ما خلاص بقى، كان ممكن يقع مننا، يعني فاهمين قصدي، كان ممكن يقع مننا الكبيرة، يعني خلاص يعني عمره انتهى لحد هنا. واغلبنا احنا ككبار بنبقى بنقول كلام سلبي واحنا مش واخدين بالنا ان هو كلام سلبي. سوري معلش، بنبقى مش واخدين بالنا ان هو كلام سلبي. يعني ايه؟ لا انا مركزه في اللي بقوله، بس انا مثلا اتعودت اتكلم بالطريقه دي، اتعودت اتكلم بالاسلوب ده، خلاص بقى ده اسلوبي لزق فيا، اللي هو خلاص انا مش عارفه اغيره. او من انا وصغيره طول عمري بسمع مثلا انتقادات، انتي شكلك وحش، انتي تخينه كده ليه، انتي رفيعه قوي قوي كده ليه، انتي لون بشرتك ماله، اسمرتي من الشمس. يا جماعه، وربنا خلقنا فاتحين وبيض وسمر حاجات كتير، يعني ما خلقناش كلها زي بعض. انتي تخينه قوي، طب يعني لما تقولي لي كده، طب ما انا عندي مرايه واخده بالي، والله مش مستنيه الناس تنتقدني. ماشي، حاسه زايده اليومين دول هخس، او انتي رفيعه زيادة عن اللزوم، ما انا رفعي مضايقني والله، بس مش مستنياكوا تقولولي. يعني فاهمين قصدي؟ احنا في ناس اتربت، الجيل اللي هو احنا دلوقتي الكبار، الجيل ده اتربى على الانتقاد قوي، على يعني ايام زمان ما كانش فيه وعي زي دلوقتي. فالاهل بقى ما كانوش عارفين ان احنا كده بنهدم الثقة بالنفس، او احنا كده مش هنبني ثقة في النفس، وهيطلع طفل بكرة هيبقى راجل وهيبقى اب، او البنت دي بكرة هتبقى ام ومسؤولة عن تربية اطفال وتنشئة جيل يعني مش مجرد طفلة وخلاص، لا، البنت او الولد ده هيكبر وهيبقى حاجة في المجتمع، وهيتأثر بالمجتمع اللي حواليه ويأثر فيه. ما في ناس بقى ما كانتش بتبص لقدام، يعني بتبص تحت رجليهم، اللي هو احنا النهارده بنربيكي، ف هتتربي عدل ولا ايه؟ اللي هو احنا اتعودنا ننتقد، اتعودنا نقول كلام سلبي، ما كانوش بيبصوا للنتائج بعد كده لما نكبر، او كانوا بيبقوا فاكرين ان هي دي التربية، او ان هيكبروا وينسوا، او ما كلنا اتقال لنا كده. هو ماشي، كله اتقال له كده، بس في ناس بيعلم معاها قوي، في ناس بيعلم معاها جامد، لدرجة ان هي بتكبر بتفضل تنتقد اللي حواليها، بتبقى خلاص بقى هي دي طريقتها في التعامل. انا متعودتش اقول كلام حلو، ما اتعودتش مثلا بعد اكله حلوه اقولك تسلم ايدك، لا ما اتعودتش على كده. لكن لو لقيتها ناقصه ملح هتبقى خناقه. يعني لما الاقي حاجه سلبيه اعرف اتكلم. كان متعودتش لما الاقي الاكله حلوه اقول تسلم ايدك، او ما اتعودتش لما الاقي الحاجه شكلها حلو اقول الله دي جميله قوي. بس لو لقيتها ناقصه حاجه مش حلوه، والله مش كنتوا المفروض عملتوا كده ولا حطيتوا ده مكان ده، يعني اي حاجه، اي مثل، فاهميني؟ هي بس مسألة تعود، يعني احنا ممكن نعود نفسنا على الطريقة دي. اقول لكم حاجة، ممكن اعملوا تحدي كده اسبوع مثلا، او بصوا نبدأ 3 ايام ببساطة. هي نجحت، يعني معايا شخصيا ومع ناس كتير بتنجح. 3 ايام مثلا هركز ان انا ما اقولش لبنتي او ابني كلمة سلبية، او مثلا لو حد ما عندوش اطفال، يعني في راجل او شاب او بنت لسه ما عندهاش اطفال، قولي لنفسك لما تيجي تبصي في المرايه، ايه الحلاوه دي، ايه البشره الجميله دي، ما اقعدش اقول بقى في حبايه هنا، في هالة سودا هنا، اما كلنا عندنا عيوب، يعني ما فيش حد كامل يا جماعه. الكمال ده يعني الكمال لله وحده، الكمال مش موجود في الدنيا. احنا مشكلتنا بندور على الحاجه الكامله، فقولي لنفسك كلام ايجابي. والله انا خسيت شويه صغيرين، بس لا 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 ان شاء الله هكمل. قولي لنفسك كلام حلو، او لو عندك طفل جربي كده معاه، قولي انا 3 ايام هبقى مركزه ما اقولوش ولا كلمه سلبيه،
مثلا مش هقوله انت بتفهمش او انت غبي او انت عبيط او ايه اللي انت عملته ده. يعني ايه اللي انت عملته ده هي مش كلام سلبي، ممكن الناس شايفاه مش كلام سلبي، بس هي معناها اللي هو انت غبي برضه يعني نفس المعنى. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني كل الكلام اللي معناه حتى سلبي نجرب كده ما نقولهوش، والله هنلاقي ان الطفل اتغير. 3 ايام هتلاقي تحسن، اللي هو الولد بيبقى او البنت بيبقى عامل ايرور كده، يا ماما مالها ولا بابا ماله. بس اسبوع، لو جربنا اسبوعين، لا هتلاقي تغيير بسيط قوي. استمريتي شوية هتلاقي تغيير اكبر، كل ما نستمر هنلاقي تغيير طبعا. واحنا نفسنا يبقى الجيل اللي جاي بقى ما يبقاش عنده عقد نفسية، ولا ويبقى عنده ثقة في النفس عالية، لان اغلب مشاكل حياتنا بسبب قلة الثقة بالنفس. ممكن تبقى واحدة عندها 40 سنة و30 سنة وتقولك انا حصل موقف بس معرفتش ارد، آه، مش واثقة في نفسها يعني، او ما عندهاش الثقة الكافية ان هي تقعد تتكلم وتدافع عن حقها، ولا تدافع عن ابنها ولا بنتها، ولا تقول انا حقي كذا. مش موضوع ان هي ضعيفة، لا هي ممكن تبقى قوية وست قوية، بس مش واثقة في نفسها قوي. الثقة بالنفس بتهدم الشخصية فعلا. لما ابقى راجل عندي 40 سنة ولا 50 سنة بس مهزوز في قراراتي، بس مش عارف اقرر. في ناس بتقول ايه اصلا انا شخصية مترددة، لا هو مش تردد، هو انا ما متعودتش ان انا تبقى قراراتي حاسمة كده واخد القرار وانا واثق فيه. لا انا اتعودت اتردد، اتعودت ما عنديش ثقة القرار ده صح طب غلط، طب هينفع طب مش هينفع، لا فكر كويس. هو بص، ح- التخطيط، التخطيط هيساعدك في ان انت تاخد قرار صح، التردد عمره ما بيساعد. فالثقة بالنفس دي مترتب عليها حاجات كتير قوي في حياتنا، مش هيكفيها فيديو ولا 2 ولا 3 ولا 4، عايزة فيديوهات. ليه بقى؟ لان احنا عايزين نلحق الجيل الصغير. يعني في كلام كتير كان بيتقال للجيل بتاعنا، مثلا إيه، مثلا بعرفش اطبخ مثلا، بصي بنت صاحبتك دي اكلها حلو قوي، اصل هي شاطره بتدخل مطبخ مع مامتها وانتي بقى ما بتدخليش المطبخ. شفتي دي بتروق وبتساعد، انتي ما بتعمليش حاجه. شفتي دي اتجوزت وهي لسه في الجامعه انتي بقالك كتير قوي ما اتجوزتيش، ما خلصتي مثلا جامعه ولسه ما اتجوزتيش. طب ايوه هعمل ايه يعني؟ ايوه دي بتعرف تطبخ نفسها حلو، طب انا اعمل ايه يعني؟ الكلام بيجيب احباط. طب ما خليني في نفسي، طب ما اشجع نفسي، اتفرج كده على اكله حلوه ادخل اعملها، اشجع نفسي كده. مش هبقى بصل الموضوع ان ما انا فاشله. البنت اللي بتقلها كده بتكبر بتبقى مصدقه ان هي فاشله، حتى ممكن لما حد يجي يقول لها انت شاطره بعد كده مبتبقاش متاكده قوي. ايه ده؟ او مثلا ايه ده بجد انا شاطره؟ اصلا متعوده يتقال ان انا فاشله. والولاد برضو في اي حاجه تيجي مامته تقول له طب خد قرار نعمل ايه، ايه ده بجد والله انتوا هتخلوني اخد القرار؟ هو ما بيقولش كده بس جوه نفسه جوه مخه، ايه ده انا ما اتعودتش، انا لازم بابا هو اللي يفكر لي، لازم ماما اللي تفكر لي، انا ما اتعودتش. لا لازم تبقى واثق من نفسك. لا انتوا ما عودتونيش اثق في نفسي، اثق في نفسي ازاي؟ ايه ده؟ هو يعني ايه ثقة بالنفس؟ نبدأها امتى؟ نبدأها من الطفل وهو لسه صغنن خالص، 3 4 سنين. هتقولي لي اديله ثقة بنفسه، اديله ثقة بنفسه في بالنسبة للحاجات اللي هو يقدر عليها. اديله ثقة يمسك الكوباية ويشرب لوحده، اديله ثقة يأكل نفسه. ما هو انا منين اطلع ولد او بنت عندها ثقة في نفسها وانا قاعدة باكلها في بقها ولا بشربه واقول له حاسب يا حبيبي تدلقها على نفسك هدومك تتبل؟ طب ما تتبل وتتغير عادي مش مشكلة، اصل هبلها هتتبل وتتعب، لا غير له بسرعة ومش هيتعب. اديله مهام على قد سنه على قد عمره. يعني انا ممكن مش تخصصي اطفال، بس انا بجيب سيرة الاطفال ليه؟ لان الموضوع بيبقى من الطفولة.
انا مش هجيب واحد عنده 20 سنة ولا واحدة عندها 20 سنة، هاي يلا بقى عايزين نبني الثقة بالنفس. لا حضرتك، اللي بنى بنى اللي عمل عمل. معنى كده ان احنا مش هنلحق نفسنا؟ لا نلحق نفسنا، بس تبقى محتاجة خطوات كتير وإرادة. طبعا ناس كتير ما عندهاش إرادة، أو ناس كتير بتحبط. كلنا تقريبا بنحبط لو حاولنا مرة 2 3 أو أسبوع 2 3 وما نجحناش بنحبط. لا، ما هو اللي أنا بقالي 20 سنة فيه مش هغيره في شهرين، مش هغيره في 3، هغيره في سنين. فلازم يبقى نفسي طويل قوي. بجيب سيرة الأطفال علشان هما اللي هنبدأ معاهم من وهم صغيرين، علشان ما نجيش بعد كده نقول يا ريتنا، او احنا اصلا ممكن ما نكونش واخدين بالنا من تصرفاتنا دي احنا ككبار. عدم ثقة بالنفس، وهنزرعها في الجيل اللي بعدنا، وهنزرعها في الاطفال. طب احنا عرفنا نعيش بيها عادي، اتأقلمنا وعشنا وكبرنا ونجحنا وممكن اكون يعني ما شاء الله في وظائف حلوة، او يعني في مناصب عالية كمان، بس احنا عرفنا نعيش بيها. لكن ما اضمن منين انا ان طفلي هيعرف يعيش بيها، ان هي مش هتضايقه، ان مش هيجي بعد 10 سنين يقول انا ثقتي في نفسي مهزوزة، انا ايه ده، انا وسط الناس حاسس ان انا ما عنديش ثقة في نفسي في اي حاجة. فلازم نزرع في الجيل اللي قدام الصغير. انا مؤمنة جدا جدا مع الاطفال في فكرة اي مهام الطفل يقدر يعملها سيبيه يعملها، ما تعملها لهوش. حتى لو عملها غلط النهاردة هيعملها غلط، بكرة هيعملها غلط بنسبة اقل، غلط بنسبة اقل، ان شاء الله كل مرة عن التانية فرق نجاح 1%. بس هيجي في يوم وهيعملها صح، امتى الله اعلم بقى، دي بتاعت ربنا ومحدش ضامن بكرة. بس امتى طفلي هيعملها صح الله اعلم. انا بعلم طول ما انا قاعدة، يا ابني كذا، يا بنتي كذا، ده الصح، ده الصح، ده الصح، ده الصح. انا قاعدة بملى دماغه ايه الصح، عشان تبقى دماغه مليانة ان ده الصح. هيجي في يوم هيقول ايه ده، لا ماما قالت كذا، بابا قال كذا. اكيد هيجي اليوم ده ان شاء الله، يعني ربنا يوفق ويبقى اليوم ده قريب، ما يبقاش بعيد، نشوف ثمرة اللي احنا بنعمله قريبة، ما تبقاش بعيدة. بس الله اعلم. انا ببني الثقة في نفس، لان ببني شخصية، ببني بني ادم. كل ده توفيق من عند ربنا. محد يعني انا ما بعملش حاجة، ده كله توفيق من عند ربنا. كأم انا ما بعملش حاجة، انا بربي وبوجه وبعلم. ابني يطلع كويس، يطلع ناجح، يطلع فاشل، يطلع متربي، يطلع مش تربيته مش قوي، من وجهة نظري يعني، من وجهة نظر الام. دي بتاعت ربنا مش بتاعتي انا خالص. انا بربي وبدعي وبقول يا رب يطلعوا كويسين، ده اللي عليا، يطلعوا هما ايه، دي بتاعت ربنا. ربنا هو اللي عليه يطلعهم كويسين، يعني بسيبها على الله. فعشان كده حتى احنا الكبار نلحق نفسنا قبل ما بنربي ولادنا، احنا بنربي انفسنا. ابني مش هيعمل اللي انا بقوله بنسبة 100%، لكن هيعمل اللي بيشوفه بنسبة 1,000,000%. انا قاعدة يا ابني ما تمسكش التليفون كتير، يا ابني ما تمسكش التليفون كتير، اقعد ذاكر. طب ما هو شايفني قاعدة على الكنبة طول النهار ماسكة الموبايل، او شايفني بروق مثلا البيت والموبايل شغال، شايفني بعمل ايه والموبايل شغال، كل حاجة الموبايل معاه في ايدي. هيطلع هو سايب الموبايل ازاي يعني؟ حتى لو انا قعدت اقول له بكرة، هيكبر ويقول لي طب ما انت اهو بتعملي، يعني ما تقولي لنفسك. فانا ليه، انا عارفة انا اربي نفسي بقى. لا انا مش همسك الموبايل طول اليوم، هقعد اقرا في كتاب، هقرا في المصحف، هعمل حاجة مفيدة ان شاء الله، حتى اتفرج على برنامج في التلفزيون، اتفرج على مسلسل، اعمل اي حاجة مفيدة. علشان كده انا شايفة ان اول حاجة عشان تبقى شخصيتي حلوة ان انا يبقى عندي ثقة في نفسي. فياريت نلحق نفسنا ويبقى عندنا ثقة في نفسنا. اكيد عندنا ثقة بس نعليها شوية، نحاول نشوف ايه اخطاء الماضي واخطاء الطفولة ونصلحها، نحاول نطلع جيل كويس. انا هدفي من كلامي ده انك تفوقي او تشوفي الحاجات اللي انتي مش شايفاها، او الحاجات اللي ما كنتيش واخده بالك منها، او ان كنتي كويسه وزي الفل وشخصيتك قويه تاخدي بالك مع طفلك انه ان شاء الله يطلع كويس، وان شاء الله يطلع انسان سوي نفسيا.